مساء الخير عليكم. النهارده هنكلمكم عن شارع من شوارع القاهرة الخديوية، شارع إبراهيم باشا، حاليا اسمه شارع الجمهورية. الشارع دون بيمر فيه قصر عابدين. قصر عابدين ده كان مقر الحكم وبيت الحاكم في العهد الملكي، في عهد الأسرة العلوية. وزي ما احنا عارفين، اللي بيسيطر على الشارع اللي فيه مركز الحكم وبيت الحاكم يبقى خلاص سيطر على مصر. ولذلك بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 قادة الثورة بعد ما سيطروا على قصر عابدين والشارع قرروا يغيروا اسمه من إبراهيم باشا لشارع الجمهورية. وبالإعلان يعتبر إعلان لنجاح الثورة ونهاية العهد الملكي تماما. الشارع كان مربوط بالعهد الملكي من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية، لأن احنا عارفين إن في قصر عابدين. قصر عابدين اللي بناه إسماعيل باشا لما قرر يخطط للقاهرة الجديدة أو للقاهرة الفاطمية، وقرر إنه يعمل فيها قصر ويحكم منه وينقل منه مقر الحكم من قلعة صلاح الدين اللي فضل فيه الحكم فوق 6 قرون لقصره الجديد اللي مبني بالستايل الأوروبي في في شارع الجمهورية أو شارع إبراهيم باشا. لكن بعد ثورة 23 يوليو والاستيلاء عليها، القصر اتحول لقصر من الأصول الرئاسية. شارع الجمهورية بيبتدي من عند ميدان الأوبرا. ميدان الأوبرا كان فيه الأوبرا القديمة اللي اتحرقت في السبعينات. الخديوي إسماعيل لما عمل قناة السويس وعمل حفلة افتتاح قناة السويس قال لك إيه، أعمل دار أوبرا واحتفل بيه برضه بالمناسبة وفرج ملوك وأباطرة أوروبا على القاهرة الخديوية اللي هو عاملها، أو القاهرة الجديدة اللي هو عملها وخططها، ويوريهم قد إيه إن القاهرة اللي هو عملها حديثة وفيها العلوم والثقافة والفنون. ودعا للحضور في الأوبرا ملوك وأباطرة أوروبا. وكان أول حفل اتعمل فيها كان أوبرا عايدة للموسيقار العالمي فاردي. وفضلت الأوبرا بتقدم في وقتها، بتقدم فنونها وعروضها للطبقات الراقية لحد ما اتحرقت في السبعينات. امتداد الشارع من ميدان الأوبرا لحد قصر عابدين. ده مكان استراتيجي مفضل للعيلة المالكة وللأمراء والمقربين للقصر، وكمان الجنود وضباط الجيش. وكان في فرق من الجيش ساكنة أو معسكرة قرب قصر عابدين عشان تحرس الخديوي. وكده نقول إن شارع إبراهيم باشا كان من أهم شوارع العهد الملكي. الشارع كان قبل ما تسكن الأسرة العلوية أو المنطقة دي تحديدا، مش الشارع بس، كانت منطقة مليانة بالحواري والأزقة وبعض أصول الأمراء اللي بنوها علشان يهربوا من زحمة الأماكن اللي قريبة من مقرات الحكم اللي هي بين قلعة صلاح الدين وقصر الألفي. لما الخديوي إسماعيل اتمكن من حكم مصر بص على المنطقة وكان فيها حواري وأزقة وقصور، ومنها منزل راغب باشا والأمير حيدر باشا، وراح خدهم وهد البيوت وهد الحواري وهد الأزقة وعمل شارع عابدين. وكان بيخطط إنه يوصل لحد امتداده لحد درب الجماميز على مشارف القاهرة الفاطمية. كان اللي يفصل بينه وبين القاهرة الفاطمية شارع بورسعيد أو الخليج المصري قبل ما الخديوي إسماعيل برضه يهده. كان مخطط إنه يربطها
بضرب الجماميز عن طريق أنطرة، لكن لقى المشروع ده مكلف فصرف نظر. كان الشارع دون كان قريب منه حارة بتسمى ضرب الملحفية أو ضرب الملحفية، وكان جوه الضرب دون زاوية معروفة باسم الست مرحبا. كان في تابوت أثري في الزاوية دي خشب مكتوب عليه الذي جدده عباس باشا. ومن جنب سور سراي عابدين وبابها الشرقي هنلاقي جامع عابدين. وبعدين جامع عابدين اللي اسمه اتسمى على اسم الشارع دون. وقبل ما ننشئ قصر عابدين كان في المنطقة دي ضرب كبير معروف بالضرب الجديد، وجواه حارة اسمها الزير المعلق. وكان في الحارة دي 3 جوامع: جامع الزير المعلق اللي عمله عبد الرحمن كتخدة، وجامع محمد بيك المبدول اللي هو كان معروف باسم أمير اللواء وأمير الحج. هو بالمناسبة ابن المملوك عبد الله اللي اعتقل الأمير حسن بيك. حسن بيك ده كان حاكم ولاية جرجة. والجامع ده اتعمل سنة 1212 واتعمل له أوقاف. الجامع التالت بقى جامع الشيخ الكريدي اللي جواه ضريح الشيخ الكريدي. لما شق إسماعيل الشارع وعمله هدم الجوامع دي والبيوت الكبيرة، ومنها بيت الشرباتلي باشا وبيت خورشيد باشا وبيت عبد الرحمن كتخدة، وضمها للقصر. إسماعيل باشا أو الخديوي إسماعيل نقل رفات المشايخ اللي كانت مدفونة في الجوامع دي. رفات الشيخ الكريدي نقلوا عند جامع الخلواتي هو وغيره من رفات المشايخ. لكن رفات محمد بيك المبدول بنى له جامع جديد معروف باسم جامع عابدين اللي هو خلف القصر. جوه الضرب دون في سكة اسمها سكة الدورة وعطفة اسمها عطفة التوتة، وراح شال برضو الكلام دون وشال الحاجات دي كلها، واتعمل على أنقاضه قصر عابدين. على أنقاض كل الكلام ده قصر عابدين، وضم ليها بركة اسمها بركة الشقاق اللي كانت معروفة بعد كده باسم بركة اليرقان. وضم دار عثمان بيك ابن إبراهيم بيك الكبير وعدد من المنازل والحارات والبساتين. كل ده بقى حدود القصر. لما اتهد ده كله بقى قصر عابدين بقى قصر كبير وواسع وفخم. علي مبارك قال إن المباني والأصول التي أزالها إسماعيل لإقامة شارع قصر عابدين وقصر عابدين جامع الكريدي وجامع محمد بيك المبدول وجامع الزير المعلق اللي عمله عبد الرحمن كتخدة وميضة جامع الجميزة وزاوية الشيخ شحاتة وزاوية عابدين بيك وضريح سيد الأشرف وضريح سيدي محمد الغريب وضريح الشيخ التميمي وزوايا الصيادين وعطفة الحلوة وحارة خوخة وأغلب عطفة الحلواني وجزء من حارة أواديس وحارة الزير المعلق وعطفة الدماشة وعطفة المقدم وحوش المقدم والضرب الجديد والجنينة اللي اتكلمنا عنها اللي هي على قصر باب اللوق، اللي هي على مشارف القصر اللي هي عند باب اللوق وحمام عابدين وغيره. الإصلاحات اللي عملها دي والتجديدات اللي هو جددها خلت الأسرة المالكة يفكروا إن هم يغيروا الاسم من عابدين لإبراهيم باشا. عابدين ده بالمناسبة دون كان أحد الأمراء اللي محمد علي اعتمد عليهم علشان يقضوا على تمرد المماليك بقيادة الألفي بيك. فبعد كده غيروا الاسم من عابدين
اللي سموه الاسم إبراهيم باشا. إبراهيم باشا علشان يناسب أسرتهم، لأن ده واحد من أسرتهم، وكان له أمجاد عسكرية، لأن هو كان المؤسس للجيش المصري وقاد الجيش لحد مشارف القسطنطينية، فتسمى باسمه. وله تمثال في قلب ميدان الأوبرا. قصر عابدين، القصر عابدين في واجهته في ايه، لو انت ماشي قدام القصر وبصيت للقصر هتلاقي نسر الجمهورية. نسر الجمهورية دون كان اتحط مكان التاج الملكي، اللي هو كان الشعار المملكة وقتها. غطوه بالنسر، شالوا التاج وحطوا النسر. وهتلاقي طول ما انت ماشي جنب أسوار القصر شعار الهلال والثلاث نجوم اللي هو كان علم مصر وقتها. وقدام القصر كان في موجودة لحد دلوقتي جنينة كبيرة. دي كانت محرم على الناس العادية من الشعب إنها تدخلها. كانت مخصصة للملوك والأمراء وقناصل الدول الأوروبية. كان أول من دخلها عنوة كان عرابي في ثورته على الخديوي توفيق، ودخلها علشان يعرض فيها المطالب بتاعته. ده كان أول من دخلها. بعد ثورة 23 يوليو الجنينة دي بقت مسموح بها لدخول، يعني بقت مفتوحة مسموح بها لدخول العامة. قدام القصر في محافظة القاهرة. وكمان لو مشيت شوية بعد القصر هتلاقي مسرح الجمهورية اللي فتحه الرئيس السادات 8 أكتوبر عام 79. وبالمناسبة هحكي لكم قصة ظريفة حصلت في ميدان الأوبرا اللي هو على امتداد شارع الجمهورية. الحادثة دي حصلت في أول الخمسينات. كان في المنطقة دي في ميدان الأوبرا امتداد شارع الجمهورية كان في كازينو. الكازينو دون كان بتاع بديعة مصابني. كان جوه الكازينو دون ضابط في الجيش، كان سهران ومبسوط وبيشرب. فايه واحد من الناس العادية شاف الضابط دون، فقال له انت قاعد مبسوط وبتشرب ومهيص، وزمايلك من الضباط في حرب مع الإنجليز في الإسماعيلية، وقامت ما بينهم مشادة وخناقة. وعلى الخناقة دي كبرت، وناس من الشارع بره دخلت ورموا مواد حارقة في الكازينو أو الكباريه دون، واتحرق. وما فيش في نفس الوقت القاهرة كانت مليانة بناس راكبين عربيات جيب ومعاهم المواد الحارقة وبيهاجموا المصالح والشركات المملوكة للإنجليز واليهود. والقاهرة ساعتها كلها تحولت لحريقة اتعرفت باسم حريق القاهرة. لحد دلوقتي الناس دول مش معروف هم مين. وبكده نكون خلصنا حكاية شارع الجمهورية أو شارع إبراهيم باشا أو شارع عابدين، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.